السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، بحبكم جدا جدا. النهارده قراءتنا مع العقرب وقراءة المنفصلين للفترة من 15/7 ل 15/8/2026. بس قبل ما ابدا القراءة فضلا وليس امرا، ما تنسوش لايك اشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. فيسبوك القراءات المجانية، تابع البث المباشر على القناة، فيديو القراءات المجانية يوم الجمعة. اما القراءات الخاصة بسيب لينك الفيسبوك، رقم الواتساب، صندوق الوصف، تقدر تتواصل معي لحد قراءتك الخاصة. برج العقرب، هذه قراءة تكاد تنطبق أو لا تنطبق. اشبك طاقتك معايا برج العقرب على الورق، وتعالى نشوف طاقتك أو طاقة المنفصلين لبرج العقرب لفترة 15/7 15/8/26 تقول لك ايه معايا النهارده. بسم الله. عايزين نشوف ازاي كمان. برج العقرب 5 اوف وانز، طاقة يعني ايه؟ مشاكل. حصل مشاكل في العلاقة ديت كتير جدا، وتدخلات سلبية، واشخاص حاولوا يعملوا مشاكل بينك وبينه. تمام. ده كان سبب الانفصال بينك وبينه. اعتقد المشاكل بينك وبين شريكك ده لازالت قائمة حتى. تمام. تو بنتكال، انت لسه بتفكر في الشخص دوت. ممكن يكون في حد تاني ممكن ابتدى يدخل حياتك، او انت اصلا بتفكر ان خلاص اقفل الصفحة ديت وابدأ حياة جديدة. خلاص. لازلت بتفكر فيه لكن برضو احيانا بتفضل راحتك الشخصية او حياة مختلفة عن الحياة اللي انت عشتها مع الشخص دوت، اللي كانت دايما فيها مشاكل او فيها عدم استقرار، فيها عدم امان. انا مش مرتاح، انا مش مبسوط. في افكار كتير جدا في عقلك اتجاه هذا الشخص، بتاخدك وبتوديك. انت مش عارف يعني الصح ايه او الغلط ايه. انت متردد في ان انت تاخد قرار. والتردد زي ما قلت لك في ان انا ابدا من جديد او لا، وفي حكمك حتى على الشريك ده او الشخص ده. برج العقرب 6 اوف وانس، ربما الفتره دي في اشخاص بتحاول تدعمك وتوقفك على رجلك. تمبرنس، بتحاول تخليك متوازن في حياتك، بتحاول ان انت تقف على رجلك. يعني رغم ان انت سبته، رغم ان في حاجات في الدنيا حصلت كانت معاك مش ضدك، خلاص قوتك. شايفاك برج العقرب بتفكر كتير. هل العلاقة ديت كانت يعني فير بالنسبة لي؟ يعني مثلا هل العلاقة ديت سامة بالنسبة لي، ولا هي علاقة كويسة؟ هل لو كنت كملت اكتر كنت ممكن اخسر اكتر، ولا ايه؟ فانت بتسأل نفسك اسئلة كتيرة، وزي ما قلت لك عقلك مش مرتاح، وافكار كتير بتجيبك وبتوديك برج العقرب. في طاقة شريكك بقى 5 سورد، كأن الشخص دوت في صراع، لازال في صراع. وانا اعتقد ان الصراع هنا في ان الشخص دوت في حد في حياته يا برج العقرب هو اللي جبره ان هو يبعد عنك، او علشان يرضيه سابك. خلاص. الشخص دوت طاقته اتجاهك ان انا خدت منك حاجات كتير جدا وما اديتلكش، والعلاقه ما كانتش عادله بالنسبه لك. يعني الشخص دوت حاسس ان انا جيت عليك او ظلمتك. بس موقفك معاه خلي بالك مضايقه. يعني موقف ان انت مثلا تبعد او تاخد جنب، او ان انا امشي، او ممكن في حاجات في الدنيا دعمتك وخلتك او قوتك تسيبه. دي حاجات ممكن مخلياه متضايق منك. يعني انت قدرت ان انت تتجاوزني بسهولة. خلي بالك الحتة دي مهمة.
طبعا يعني واضح ان كوين اوف وانس يعني في تدخل سلبي في العلاقه دي، يعني كأن في شخص هو بيرضيه على حسابك، واعتقد يعني العلاقه هنا ممكن تكون او حد تاني، يعني الطرف التالت هو دخله في حياته. وان في شخص خلي بالك يعني كان يعني غايته وهدفه انه يعمل كده فيكم وقدر وعمل. خلي بالك في الشريط انا بشوف ان الشخص دوت عايز ينهي وضع الصراع اللي بينك وبينه وعايز يستعيدك خلاص، ومقرر ومأكد ان انا لازم ارجع الشخص دوت. يعني ليه؟ لانه لما فقد سيطرته عليك اتجن. هو ما كانش فاكر كده، ما كانش فاكر ان انت ممكن تتجاوز علاقتك بيه، فده شيء مضايقه ومزعله. يعني حتى هو هنا بيشوفك ايه؟ بيشوفك ان انت بتبدا من جديد، ان انت ما وقعتش، ما اتكسرتش، ان انت لسه مكمل. رسائل العقل الباطن من الشخص دوت اتجاهك ايت اوف وانس، ان انا عايز اتواصل معاك او عايز اكلمك، وان انا مشتاق لك جدا وعندي اشتياق قوي اتجاهك. والكوين اوف وانس لازم استعيدك زي ما قلت بالظبط، انا لازم استعيدك مهما كلفني الامر، انا لازم استعيدك وان العلاقه ترجع زي ما انا عايز. عارف المشكله في ايه؟ ان هو كان مسيطر عليك جدا وضامنك جدا، فلما لقاك بتعرف تتنفس من غيره اتجنن، فبقى عايز يستعيدك مهما كان الثمن. فهمت؟ طيب يعني حتى هنا في الخطوات شريط انا عايز انهي الوضع دوت بسرعه، انا عايز كوين اوف بنتكل، انا عايز ارجع اسيطر عليك واتحكم فيك، وانا اقول لك اعمل وخلي وسوي، انا لازم اخليك تبقى ملك ايدي. فهنا يعني انا شايفه ان الشخص ده عنده مشكله في ان هو عايز يسيطر عليك. انت لازم تبقى تحت ايدي، انا لازم انا اللي اتحكم فيك، انت ازاي تسيبني وتمشي، انت ازاي تروح لغيري. فاهم قصدي؟ في مصير العلاقه يعني الفور اوف وانس هنا في فرصه جديده، والشخص دوت هيحارب عشان يوصل لك وهيحاول يستعيدك وهينجح في ده، لان انا شايفه فرصه جديده في العلاقه دي، شايفه بدايه جديده، شايفه اعاده بناء واعاده هيكله ليها خلاص. لكن انا عايزاك تفهم حاجه، ويعني حطها كده في اعتبارك جامد، ان الشخص دوت هو عايزك، بس في عنده حب انتصار عليك. يعني انا عايز اهزمك، عايز انتصر عليك، عايز ارجعك تاني. مش عايزه اقولك ارجعك مذلول، بس انا ارجعك وانا حاسس بالنصر، ان انا قدرت ان انا ارجعك تاني. فاهم؟ ان انا فرحان ان انا عرفت ارجعك. فدي بالنسبه له يعني حاجه كبيره قوي، ولازم تحطها في اعتبارك يا برج العقرب. يلا بينا نشوف رسايلنا. برج العقرب بيقول لك معتقداتك الدينيه بتاثر بشكل كبير على حياتك العاطفيه. children ممكن هنا بيقول لك لو كان في بينك وبين اطفال، الشخص دوت ما تحاولش تخلي اطفالك تاثر عليك في قرارك. 2 لو ما كانش في اطفال فما تتعاملش مع هذا الشخص بسطحيه، انت قادر تحدد هدفك وعارف انت عايز ايه، اتحرك. الطاقات الابراج ظهرت معايا النهارده ناريه ترابيه هوائيه مائيه، كل الابراج نزلت. الابراج الكبيره اللي كانت موجوده معايا بس اللي هقولها، لكن كله نزل. هنقول مع بعض الجوزاء والقوس والدلو والعقرب والحمل والاسد والميزان والجدي والسرطان. بكده تكون خلصت حلقتنا مع بعض. شكرا لكم، اشوفكم على خير، توحشوني جدا جدا، مستنيكم في قراءات تانية كتير. ارجو لو عجبتكم القراءة متنسوش لايك اشتراك في القناه، فانزل الجرس يصلك كل جديد. باي باي.